دورينا اليمني انطلق وما زلنا في الجولة الأولى، وشاهدنا اليوم مباراة رائعة جدا جدا بين نادي شعب حضرموت ونادي اتحاد حضرموت. صحيح أن قناة يمن شباب لم يكن البث بالطريقة المطلوبة، لم يكن البث بالجودة المناسبة والجودة الكبيرة التي يتمناها عشاق كرة القدم والجماهير اليمنية، ولكن ما زلنا في الجولة الأولى. لماذا كل هذا الانتقاد؟ لماذا كل هذا الكلام الحاد؟ ما زلنا في الجولة الأولى، ونتمنى نتمنى 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 أن يكون القادم أجمل إن شاء الله بإذن الله للكرة اليمنية، وإن شاء الله بإذن الله يمن شباب يقدم أحسن عرض ويقدم أحسن بث ويقدم أحسن جمال ويقدم أحسن روعة للكرة اليمنية. وإذا أردنا أن تنجح الكرة اليمنية والدوري اليمني يجب أن نتكاتف جميعا، سواء إعلاميين أو صحفيين أو لاعبين أو جماهير، وبالتوفيق. وأيضا لا ننسى مسؤولية الاتحاد اليمني لكرة القدم الذي يعتبر هو العامل الرئيسي أو العمود الفقري لنجاح هذه البطولة. بالتوفيق للكرة اليمنية، وإن شاء الله بإذن الله القادم الأجمل، وبطلوا تنتقدوا، وشكرا للجميع.